السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا على القناة. دلوقتي احنا قابلتنا مشكلة خطيرة جدا جدا في قطعة غيار رئيسية في التوك توك، وقطعة الغيار دي هي الحدافة. وطبعا الحدافة مهمة جدا لأن دي هي بتعتبر محور الحركة، بتحويل الحركة من الترددية إلى الدورانية، ومهمتها إنها بتساعد على الاتزان الاستاتيكي بتاع المحرك. احنا طبعا جبنا الحدافة وبنوزنها دلوقتي. الحدافة اللي هي خارجة من التوك توك لقيناها بتوزن معايا 3 كيلو 370 جرام. 3 كيلو 370 جرام دي الحدافة الأصلية اللي كانت جاية مع المكنة. اشترينا حدافة جديدة وكنا بنعمر المكنة دي، وأثناء العمرة جبنا حدافة برضو جديدة. الحدافة الجديدة طبعا أنا مش هقطع في الفيديو، وبجيب لك الحدافة الجديدة هتشوف وزنها كام أهي. هتفاجأ مفاجأة، يا ريت تستنى على نفسك لما تشوفها. المفاجأة إن الحدافتين زي بعض ونفس الشكل ونفس الحاجة، بس الفرق بين دي وبين دي 130 جرام. يعني 130 جرام بالنسبة ل8 كيلو، واحد على 12 من وزن الحداف. طبعا انت في دماغك انها مش هتأثر، لكن هي بيبقى لها تأثير على الاتزان الاستاتيكي بتاع المحرك، والمكنة ما بتظبطش الصلنسيه نهائي معاك. وبتبقى مشكلتها إن المكنة ما بتعرفش تظبط الصلنسيه. ليه؟ لأن هي وكمان بتستهلك بنزين. وزن الحدافة دي بيساعد المحرك على القصور الذاتي الدوراني، وبيخليه يستمر في الصلنسيه، لأن هو بيبقى مكتسب الحركة نتيجة الدفعة، وبالتالي يزداد استهلاك البنزين، وبالتالي ترتفع حرارة المحرك. كنت مستمر معنا في المشاهدة لحد الآن، فلايك وشير عشان تستفيدوا وغيرك يستفيد، وأتمنى لكم عاما جديدا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الكريم ده. أحبابنا وأصدقائنا على القناة، كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة.